غضب ربنا نزل على الاسكندرانيه بسبب حق الفلاحين الغلابه اللي بيجوا يبلبطوا كل سنه مره. اتقوا الله. واكيد برضو المؤسسات الماسو امريكيه عمالين بيلعبوا في جهاز هارب بتاع الطقس ده، وعمالين يبعتوا نوات واعاصير الاسكندريه عايزين يعجزوا نادي الاتحاد السكندري. طب ما تدوا الاهلي الدوري على الجاهز، ما هو نادي الدوله بقى. ايه ده؟ ثانيه واحده كده، هو ممكن يكون اللي حصل في اسكندريه ده ما يكونش غضب من ربنا ولا مؤامره من المؤسسات الماسو امريكيه على عروس البحر المتوسط؟ طب ايه التفسير العلمي للي حصل في اسكندريه في عز الصيف ده؟ يلا بينا مع بعض. جدك حراس هيقولك كوكبنا حاله بدأ يتغير بسبب ارتفاع نسبة التلوث والانبعاثات الكربونية اللي الإنسان بدأ يعملها، وده خلق لنا ظاهرة اسمها ظاهرة الاحتباس الحراري. طب يعني ايه؟ معناه ان نسبة ثاني اكسيد الكربون اعلى من نسبتها الطبيعية في الجو، وبالتالي درجة حرارة الكوكب بتزيد اعلى عن درجة حرارتها الطبيعية، وبالتالي درجة حرارة البحار والمحيطات هتزيد برضه مع الزيادة دي. وده اللي حصل في البحر المتوسط اللي بتطل عليه عروستنا اسكندرية. طب دلوقتي مية البحر اللي سخنت، ايه علاقة ده كله برضه باسكندرية؟ درجة حرارة البحر لما بتزيد نسبة المية اللي بتتبخر بتبقى اكتر، ولما مية البحر تتبخر اكتر هيبقى فيه سحب وغيوم اكتر من الطبيعي. ركز بقى في الحته اللي جايه دي. درجه الحراره العاليه بتحرك السحب والغيوم ببطء، واصلا السحب والغيوم دي اتقل من وزنها الطبيعي لان هم اكتر، وكل ما سرعه السحب والغيوم دي بقت ابطا كل ما هي عماله بتلم اكتر واكتر طول ما هي ماشيه. فبيصبح عندنا كارثه لو عدت على بلد هتضربها ضربه عنيفه، يعني مش ضربه سريعه كده وخلاص، لا ضربه طويله ممكن تقعد تضرب في البلد دي ساعات وممكن توصل لايام، عكس النوات الطيبه اللي قبل الاحتباس الحراري بتاع زمان اللي كانت ممكن تضرب البلد كام دقيقه وخلاص. النوات والسحب والغيوم اللي بقت بتتكون في المنخفضات المتوسطيه بقت اتقل وبقت اكبر، والاهم من ده كله بقت ابطا. طيب نيجي هنا بقى للسؤال المهم، هل اللي حصل في اسكندريه ده ممكن يتكرر تاني؟ هيتكرر تاني وتالت ورابع، وهو ده بقى الوضع الطبيعي لان خلاص الكوكب باظ. وطبعا الشوارع والبنيه التحتيه الاسكندرانيه عمرها ما تقدر تستحمل حاجه بالعنف ده احنا كل سنه بنتفاجئ من غير بقى لا طفرات ولا حاجه، ده احنا في الشتاء العادي بنتفاجئ ان اسكندريه غرقت وان البلاعات كلها اتسدت وان الدنيا خربت والعشوائيات اتهدت. كل القصص دي احنا بنتفاجئ بيها كل سنه من اسكندريه في الشتاء. فلازم ولا بد هيئه الارصاد تهتم بالمدن الساحليه المصريه، لان ده هيبقى وضع المنطقه بعد كده. خلاص الطقس العالمي اتغير، ولازم المدن الساحليه المصريه تبقى دايما على اهبه الاستعداد من حيث بقى البنيه التحتيه، من حيث تحذير المواطنين علشان ما يحصلش زي اللي حصل في نوة اسكندريه اللي فاتت دي. ولو حابين تراجعوا على مصادر الظواهر اللي انا اتكلمت عليها، عندنا ظاهره تيار النفاث والاس اس تي والنينا والنينو والمنخفضات المتوسطيه. وكان معكم حراس كابتن مسلم، ويلا اقعدوا بالعافيه.